ادي بقى الحلقه بتاعتنا النهارده ولا الفيديو بتاعنا النهارده. عملت رز زي العسل بشعريه، عملت شويه الكفته اللي بالطشه اللي عليهم فريك وبطاطس، بقى هتخش وتشوف الفيديو. عملت احلى تتبيله فراخ مشويه ممكن تشويها وتدوقي طعمها في كيس حراري تحفه كده. شوفي صبع الكفته عامل ازاي، ما شاء الله زي العسل وصغير كده على قد القطمه كده، ما يبص كده، لا تاخدي الواحد مره واحده وخلاص. وادي المخلل وادي الخضار اللي كان تحت الفرخه. اذا عجبكم الفيديو تتفضلوا بقى وتشوفوا معايا الفيديو وتكون مشاهده سعيده عليكم. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اله واصحابه وسلم اجمعين. صباحكم زي العسل، صباحكم معطر بذكر الله، صباحكم هو الراحه، هو السعاده، هو راحه البال، صباحكم كل طاقه ايجابيه. هعمل معاكم النهارده بقى احلى شويه كفته رز فلاحي على اصول. معايا ايه؟ معايا كيلو من الرز، وبقى ايه هعمل لكم بقى بمكون عمر ما حد حطه على الكفته، وشويه فريك انا مسخناهم كده على النار ومديالهم تحميصه حلوه اهي، ريحته تحفه التحف كده اهو. وده اهي بطاطايه اهي، دي بطاطايه، ادي الفريك حطيته اهو ما شاء الله، وادي قرن فلفل احمر او اخضر اي حاجه، وده هي بطاطايه واحده اهي، دي بطاطايه اهي، وده هي ما يقطعها اهوت، وديت بصلتين، وادي التوم. يبقى انا حطيت كيلو من الرز، حاطه 3 معالق من الفريك، حاطه بطاطايه، حاطه قرن فلفل، حاطه توم، حاطه بصل، ما شاء الله. بصوا بقى معايا على الحلاوه دي، ده ملح، وده اهو توم بودر، وده اهو بهارات الكفته، وده اهو فلفل اسمر، وده بصل بودر، وده كمون، وده بابريكا، وده بهارات مشكله. اي بهارات عندك حلوه بتطعم الكفته، بتخليها طالعه شويه كفته جميله. كل البهارات دي هتنزل بقى كده، وادي الخضره وادي اللحمه. الكيلو الرز بحط عليه كيلو الا ربع من اللحمه، الكيلو الرز بحط كيلو الا ربع من اللحمه اهي ما شاء الله. اللحمه جميله اهي، حمرا خالص اهي، وحطيت حته دهنه صغيره تطعم اللحم. وادي الخضره وادي الخضره كده شويه كفته. ده بقى ايه؟ ربطه خضره على شبك مشكلاه. هروح اضربها بقى واعملها عند الجزار الاول، افرمها لان الكبه بتاعتي بصراحه ما تستحملش تبوظ على طول. هروح اعملها عند الجزار وهاجي اوريها لكم واحمرها واوريها لكم. خلاص كده الكفته اهيت ما شاء الله اهي، عملتها عند الجزار وظبطتها في المكان عنده. وهنا معايا صينيه، وهنا معايا ايه حبه زيت صغيرين اهو. همسح ايدي بس كده اهو، شويه زيت صغيرين كده اهو، وهقوم مصبعاها. انا بقى ما بحبش اصبعها كبير، بصي انا بصبعها يا دوبك على قد البق كده، تاكلها مره واحده. شوفي ما شاء الله، ده في ناس بتعملها طول كده، لا انا بحبها. شفتوا تحطها يا دوبك على المعلقه كده على حبه رز بشعريه ما شاء الله كده، فريح فراخ ورز بشعريه ولحمه الله عليه اهي. تصبعي بقى وتحمري وتوضبيها كده وتظبطي لها الصلصه كده وتخليها جميله. شوفي صغيره كده اهي، شوفي شكل الكفتيه عامله ازاي. انا ما بحبش اللي هي الكبيره قوي دي، ما بحبهاش خالص اهي. ديت بتطلع كده صغيره كده، وبتطلع كده على قد البق كده صغيره خالص اهي ما شاء الله على شويه الكفته. والله لو انتوا معايا وشامين الريحه طالعه عليا جميله، لان انا بعملها بالخلطه ديت، عمري ما غيرت الطريقه دي من سنين وانا ماشيه بيها. شوفوا طالعه ما شاء الله في الطبق عامله ازاي ما شاء الله، ولونها شوفوا لون الكفته عامله ازاي وريحتها. والله انا طالعه عليا ريحه جميله كده، ريحه الكفته طالعه ما شاء الله، لان انا مكلفاها لحمه وبهارات ايه، وشويه الفريك بقى دول بيدوا للكفته طعم تاني خالص اهي. هحمر بقى معاكم وهوريكم. ادي الكفته هي تصبعناها، دي مش الكميه كلها، ده في كمان، لان انا عامله كميه بطبخ منه على قد اكلنا، والباقي بكيسه وبرميه في الفريزر، وقت ما بحتاجه بطلع الكيس. شويه كفته بقى بالفريك قسما بالله زي العسل، ريحه وطعم وجمال، وبألف هنا بقى لما تعملوها كده وتاكلوها. خلاص كده الكفته اهي بعد ما طلعت ديت ايه طبق واحد، الباقي لسه بحمر فيها اهو. انا بس بوريكم شكلها ما شاء الله اهو، شوفوا شكلها عامل ازاي ما شاء الله على منظر الكفته بعد ما طلعت. شفتوا الصبع عامل ازاي؟ الصبع يا دوبك على قد القطمه كده، الصبع تحطيه على المعلقه يا دوبك على قد القطمه، مش كبير كده لا، شوفي صغير كده زي العسل ما شاء الله اهو. هوريكم بقى وانا بطبخ اهو، وهوريكم بقى ايه يعني وانا بطبخها بقى، واوريكم شكلها هي ورز بشعريه كده وهي في الاكل. خلاص بعد ما حمرت الكفته وخلصتها خالص اهي، حطيت حته زبده صغيره وحبه زيت، وهنا بصلايه
وفص توم. هشوحهم كده معاكم عشان يخلي الكفته بقى تطلع جميله كده. وبعمل لها كمان طشه في الاخر، بحب اعمل لها طشه كده بتبقى جميله. اهم حاجه وانت بتشوحي البصله وفص الثوم حطي شويه بهارات معاك. البهارات وهي بتتشوح بتطلع ريحه جميله كده، ما تحطهاش مع الطماطم، لا شوحيها في البصل والثوم، بتطلع بقى ريحه الزيوت العطريه كده، تخلي الاكل جميل اهو. اي بهارات عندك حطي بقى منها ما شاء الله اهو. وتقومي نازله عليها بالطماطم وتسيبيها تتسبك شويه، وتنزلي بقى بشوربه. ما فيش شوربه يبقى ميه، الموجود يعني، مش لازم شوربه. اهي انا ضاربه طماطم في الخلاط اهي، هنزل بقى كده اهو. ما شاء الله هي بتبقى جميله. نزلت بالصلصه كده ومعلقتين صلصه كمان، يعني نزلت بالطماطم ودول كانوا معلقتين صلصه عندي في الثلاجه اهو، نزلت بيهم عشان ايه تحمرها شويه. هسيبها بقى واعمل معاكم فرخه بقى في كيس حراري اوريها لكم عسل. ادي الفرخه ما شاء الله زي الديك الروم اهي، غسلاها ومخليها زي البفته البيضه اهي. وده شويه خضار، بطاطس مقطعاها اهيت ما شاء الله، وادي بصل وادي فلفل وادي جزر. هنا بقى هعمل لها تتبيله جميله كده. هعمل علبه زبادي كده، علبه الزبادي كده اهو. هتقومي منزله علبه الزبادي وشويه البهارات وحبه الملح، هتنزل معاكي عسل الزبادي. وانا اصلا كنت عامله للفرخه محلول نقعي كده، اللي هو الميه والسكر والملح والخل، وتسيبيها مثلا ساعه. وده اهي تنزلي كده اهو بالزبادي وحبه زيت صغيرين اهي كده اهو، وحبه ملح ما شاء الله اهي، حبه ملح صغيرين كده اهو اهي، وشويه البهارات. ادي البهارات اهي، بصوا بقى على البهارات كده اهي. ده هي توم بودر وبصل بودر، ده بابريكا، لا دي اللي هو الكركم الاصفر والبابريكا اهي، وادي الفلفل الاسمر، وادي ده اهي بهارات لحم وفراخ. دي بهارات لحمه على فراخ، بتدي نفس الطعم، ما يبقى على بعضهم كده بيبقوا زي العسل بصراحه. ده هو بقى تبلي بيه جسم الفرخه، وده هينزل بصوا ده هو كله ده على الخضار. نزلوا كل ده بقى على الخضار كده ما شاء الله، بيطلع معاكي شويه خضار مع الفرخه عسل اهو. هنا بقى تنزلي كل ده اهو على الفرخه، بصوا تخلي الفرخه كل جسمها بالخلطه ده. احلى شويه تتبيله ممكن تاكليها اهو. بصوا تحت الجلد، شوفوا اهم حاجه، وتجيب السكين، هاتي السكينه كده وشفت الجلد، شيلي الجلد وتعملي فتحات كده اهو. شوفوا ما شاء الله، اعملي فتحات عشان الخلطه تخش جوه لحم الفرخه كله، تبقى مطعمه كده عسل اهي. شوفوا ما شاء الله، انا مشرحاها هي، تشوفوا كده وهي بنشرحها كده اهي بايديكي كده اهو، وبملمس ايديكي كده تحسي انت بتدخلي الخلطه جوه لحم الفرخه اهو. شوفوا والله العظيم عسل اهي، بره وجوه ما شاء الله كده اهو. كده اهو خلصتي كل اللحم اللي جوه كده اهو، وبين الوراق. اهم حاجه تشرحي الصدر علشان شوفوا يشرب التتبيله الحلوه دي ما شاء الله. وبعمل لها خلطه والله كمان جميله احلى من كده كمان في الاخر اهي كده اهو ما شاء الله على جمالها اهي. كل ده بقى تسيبيه نص ساعه كده اهو، وهتنزلي بالخلطه ده اهي كلها عليها اهي. وكمان هتحطي كمان بصل، ده انا هكتفي كده كمان، ده انا هوريكم كمان حاجات جميله والله. خلاص اهو بهرتها وخليتها زي العسل، وسبتها شويه في التتبيله لما اتشربت من التتبيله كده زي العسل اهي. وهنا اهو بصلايه مبشوره وجزرايه مبشوره ومعلقه صلصه كده اهو اهي، معلقه صلصه كده متسبكه عندي، او معلقه صلصه اي حاجه اهي كده، ومعلقه صغيره يعني مش عايزه كتير اهي، معلقه صغيره كده اهو. وتنزلي عليها بشويه بهارات اهي، وشويه فلفل اسمر وحبه ملح، وتدوقي الملح بتاعها تشوفوا مظبوط ولا ايه. بصي بقى، وتقومي نازله كل ده حبه على الخضار ده اهو، حبه على الخضار ده اهو كده اهو يتشرب بيه، وحبه على الفرخه. شوفي الفرخه دخلي بقى في الحشوه بتاعتها كده اهو، في قلب اللحم بتاعها
اهم حاجه فتحه الفرخه. شوفوا انا موريها لكم اهي، شوفوا الفرخه انا مفتحاها ازاي. دخلي بقى اهي التتبيله دي كده، ما شاء الله عليها جميل، ما شاء الله تبارك الله. اهو شويه فراخ بقى عسل كده، واهم حاجه تقطعي الصدر كده يبقى دايب، هيبقى دايب معاكي. خلاص اهو كل التتبيله دي نزلت ما شاء الله اهي. وانا اهو كمان انا عامله فرخه ونص، حبه في الورك ده وحبه برده في الورك ده اهو. وتقومي بقى ايه عاملاها في كيس الحراري ومدخلاها تحت الخضار ده اهو. هتطلع معاكي بقى شويه فراخ عسل اهو ما شاء الله كده كلها اتبلت زي العسل اهو. هتنزلي بقى اهو الخضار اللي انا قلت لكم عليه. بصوا انا عايزه التوم صحيح، ما يكونش مدقوق، فصين كده اهو صحيح كده، يدي ريحه بقى للفراخ والخضار. وقلبي كل ده اهو مع بعضه كده بالخضار بالبطاطس هتشمي بقى ريحه جميله، ريحه الخضار. حبه زيت صغيرين اهو، حبه زيت صغيرين بس صغيرين، هو الفرخ اصلا هتنزل كل الخير اللي فيه. ورقتين اللورة اهو عليها اهو صحيح كده. وتقومي جايبه الصينيه اهي، وادي الكيس اهو ما شاء الله. طلع كيس معاكم اهو. تطلع بقى شويه فراخ عسل كده. انا جايبه الكيس اللي هو الكبير حجم كبير ما شاء الله عشان ياخد ايه الفراخ. خلاص انا نزلت بالخضار في قلب الكيس اهو. تقوم عاملاه كده اهوت ما شاء الله اهو، حبه ميه صغيرين مكان ما كنت حاطه الخضار اهو. وتقومي نازله بس على كده، هو مش عايز حاجه ما شاء الله. وادي وركه اهو كمان كده اهو. وادي الفرخه، نزلي بقى بالفرخه تغطيها حلو كده، وتقومي نازله بيها على الكيس اهو. وتظبطيه بقى وتربطيه، وتقومي مخرماه من الجناب كده، وتقومي زقها الفرن ساعه ونص هي بتبان. وتقومي بقى كاشفه الكيس ومحمراه. كل الخلطه اللي معاكي ده اهي نزليها، ما تسيبيش حاجه، اوعي تسيبي اي حاجه. الخلطه دي كلها حلوه. ادي الكبد والقوانص في قلب الفرخه اهي، ودي ميه التتبيله كلها تنزل بقى معاكي كده اهي. كل الميه دي تنزل كده ما شاء الله، كل التتبيله دي زي العسل. الفرخه بقى كانت جايه من عندي بتاع الفراخ مقطوعه، هعملها بحته خيطه صغيره كده اهو، وهقوم رابطه عليها وسايباها بقى وندخلها الفرن واوريها لكم بعد ما تطلع كده. خلاص اهي انا زودت التسبيكه والتغذيه الصلصه، زودتها شوربه اهي، وظبطت الملح والفلفل وظبطت كل حاجه. وبنزل بقى بالكفته كده ما شاء الله اهي. تاخد بقى غلوتين، انا ما بطيبهاش قوي، بديها غلوتين، لان احنا مثلا ايه اللي بياكل مره بتفضلي بقى لما حد تاني يجي ياكل كل شويه تغليها بتستوي قوي. لا اديها غلوتين بس وسيبها في الشرب اهي، غلوتين 2 وقوم طافيه عليه كده. خلاص اهو الكفته والفراخ والرز وعملت كل حاجه. هنزل بقى بطشه للكفته، حته زبده وفص توم، وشموا بقى احلى طبق كفته ممكن تاكليه في حياتك. عسل كده مع حبه فلفل اسمر صغيرين كده. انا عامله بقى، انا بصحن الفلفل الاسمر ده عندي، بجيب الفلفل الاسمر حصى، وبجيب ورق لورا وحبهان وزر الورد، وبعمل شويه بهارات بقى في البيت عسل كده. شمي بقى احلى شويه خلط، شويه طشه ممكن تشميها في حياتك. عسل والله العظيم، شويه طشه عسل كده اهو. شوفوا اصلا منظر حلة الكفته عامله ازاي اهي. شوفي منظر حلة الكفته ما شاء الله اهي. تشوحيها بس كده، فص الثوم مع حته الزبده مع فلفل الاسمر اللي انا صحناه في البيت مع الورق اللورا والحبهان والكباب الصيني وزر الورد كده عسل. بص كده شوفوا، اسمعي بقى الصوت ده كده، الله عليك الله. شوفوا كده يا حبايبي، شوفوا احلى شويه كفته ممكن تاكليهم وتستطعميهم كده. هي الكفته بتاعت ام ساره وبس. اي حد يدوقها عندي يقول لي ايه وعرفيني طريقتها اهو. هغرب بقى معاكم اهو واوريكم بقى الاكله. شوفوا صبع الكفته بعد ما طاب، شوفوا ما شاء الله الصوص بتاعه احمر والكفته عسل، والصبع صغير كده جميل مش كبير كده وملهوش معنى، لا الصبع على قد الاكل بس اهو
ما شاء الله الصبع على قد الاكل بس. ما شاء الله. ادي الرز، ادي الخضار اللي كان تحت الفراخ في الكيس الحراري، ادي ما شاء الله الفرخه طالعه تحفه كده. دي فرخه ولا ديك رومي بقى؟ لا ده ديك رومي. شوفوا الجمال، ما اللي يشوفها ما يقولش ده فرخه، يقول ده ديك رومي. ادي شويه الكفته بقى العسل، شويه كفته عسل كده، وادي المخلل اللي انا عاملاه. خدي بقى صبع كفته صغير كده جميل جميل، وتاكلي بقى كده بيه شويه الرز. ما شاء الله. شوفوا الحته الصبع الكفته على قد القطمه كده اهو. الله الله على الجمال. اذا عجبكم الفيديو ما تنسوش تحطوا لي لايك واشتراك وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد، وتفرجوا على منظر الاكل وعلى حلاوه منظر الاكل وعلى الكفته وعلى الفراخ وعلى البطاطس. والله العظيم تحفه فنيه اهي. ما تنسوش بقى فضلا وليس امرا حطوا له اشتراك بس. ومع الف سلامه وفي رعايه الله يا حبايبي.